المتحف المصري الكبير واحد أكبر متحف للآثار في العالم، يحتوي على أكثر من 100,000 قطعة أثرية من تاريخ مصر القديم، بداية من ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني الروماني. يعرض لأول مرة كنز الملك توت عنخ آمون بالكامل، أكثر من 5,000 قطعة في مكان واحد. موقعه الفريد يقع عند هضبة الأهرامات بالجيزة، بحيث يمكن للزائر رؤية الأهرامات من داخل المتحف نفسه. تصميمه المعماري يبرز التناسق بين الماضي، الأهرامات، والحاضر، المبنى الحديث الزجاجي المائل نحوها. 3. رمز للقوة الناعمة المصرية مصر، بتستخدم المتحف كأداة لتعزيز السياحة والثقافة والتأثير الدولي. الهدف أن يكون مركزاً ثقافياً عالمياً يجذب العلماء والبعثات الأثرية والزائرين من كل أنحاء العالم. 4. دعم الاقتصاد والسياحة. من المتوقع أن يجذب المتحف أكثر من 5 ملايين زائر سنوياً، وهو ركيزة رئيسية في خطة الدولة لتحويل الجيزة إلى منطقة جذب سياحي متكاملة. ثانياً، كيف تم توجيه الدعوات للعالم والرؤساء؟ 1. احتفالية الافتتاح الرسمية. الافتتاح في الأول من نوفمبر 2025 سيكون ضمن احتفالية عالمية ضخمة تستمر عدة أيام. الدعوات أرسلت إلى رؤساء وملوك الدول، منظمات دولية مثل اليونسكو، الأمم المتحدة، ومنظمة السياحة العالمية، شخصيات فنية وثقافية عالمية مثل مديري المتاحف الكبرى في باريس، لندن، نيويورك، وسائل إعلام عالمية لتغطية الحدث بث مباشر. الثانية، طريقة الدعوة والتنظيم. تمت الدعوات عبر وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ووزارة السياحة والآثار. كل رئيس دولة تلقى دعوة رسمية تحمل شعار المتحف الجديد بختم الرئاسة المصرية. كما جرى تجهيز قاعة كبرى للافتتاح مزودة بتقنيات عرض ضوئي وصوتي تظهر قصة الحضارة المصرية بشكل سينمائي. الثالث، الترويج العالمي. أطلقت حملة دولية بعنوان مصر تفتح أبوابها للعالم، شملت إعلانات في شاشات تايمز سكوير في نيويورك، الشانزليزيه في باريس، برج خليفة في دبي. الهدف منها إعلان أن مصر تعود بقوة كمركز للثقافة العالمية. المتحف المصري الكبير واحد أكبر متحف للآثار في العالم، يحتوي على أكثر من 100,000 قطعة أثرية من تاريخ مصر القديم، بداية من ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني الروماني. يعرض لأول مرة كنز الملك توت عنخ آمون بالكامل، أكثر من 5,000 قطعة في مكان واحد. موقعه الفريد يقع عند هضبة الأهرامات بالجيزة، بحيث يمكن للزائر رؤية الأهرامات من داخل المتحف نفسه. تصميمه المعماري يبرز التناسق بين الماضي، الأهرامات، والحاضر، المبنى الحديث الزجاجي المائل نحوها. 3. رمز للقوة الناعمة المصرية مصر، بتستخدم المتحف كأداة لتعزيز السياحة والثقافة والتأثير الدولي.